مرحبا، يعطيكم العافية. وصفتنا اليوم وصفة بسيطة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة. معمول اللبن الرايب أو الكعك اللبن الرايب المحشي بالجوز برسمة ثابتة بنقشة ثابتة بطريقة جديدة ومميزة. خليكم معي نشوف كيف يتحضر هالكعك أو المعمول. نبدأ على بركة الله. للحشوة نحتاج إلى 320 غرام من الجوز المكسر، معلقتين طعام من مربى المشمش، 6 معالق طعام من السكر. طبعا المعالق هي معلقة الطعام اللي نأكل فيها الكبيرة. للعجينة بنحتاج إلى 550 غرام من الطحين. لكافة الاستخدامات 180 غرام من اللبن الرايب بالإضافة إلى 150 غرام من الزبدة بحرارة المطبخ. أيضا إلى معلقتين طعام من السكر، بيضة واحدة، معلقة وسط من الفانيليا، معلقة وسط من المحلب أو اليانسون. بوعاء عميق ننزل اللبن الرايب معه الزبدة الطرية، لازم الزبدة بتكون طرية، بيضة، سكر، والمعلقة الوسط من الفانيليا. نحركها مع بعضها البعض حتى يختفي السكر تماما ويذوب معانا. بعد اختفاء السكر بننزل كمية الطحين بالكامل مع معلقة وسط من المحلب. نعجنهم مع بعضهم البعض. مدة العجن أقل من دقيقتين لناخد ملمس ناعم للعجين بهذا الشكل. إذا شفتي عجينتك ناشفة تدهني اليد باللبن الرايب وتكملي العجن. نتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. الآن نعمل الحشوة الجوز كسرناه بهذا الشكل، بننزل عليه 6 معالق طعام من السكر معه المعلقتين طعام من المربى. راح نفرك الجوز بالمواد كلياتها حتى بيتشرب الجوز بالمربى تماما. نقسم الحشوة إلى قسمين، قسم نخليه بنفس النوعية والقسم الثاني بنحط عليه معلقة صغيرة من القرفة المطحونة حتى نعمل طريقتين بقالبين مختلفين ونميز كل نوع أي حشوة موجودة فيه. الآن باخذ العجينة بقطعها من 16 إلى 18 قطعة. بالبداية بنعملها على شكل رولة من ثم أقطعها. بعد التقطيع بعملها على شكل كرات بهذا الحجم. عند انتهاء عمل الكرات بنغطيها ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. للعجينة بنحتاج الشوبك راح نستخدمه، حطيت له أنا معيار 4 ميلي. إلى طبق صغير أيضا إذا موجود، مو موجود ممكن استخدام القالب المعمول العادي، لكن أنا حبيت أعمل طريقة مميزة وبالنقاش طريقة جدا حلوة. نرق العجين على مقدار الصحن وبحجم 4 ميلي. نحشيها بالجوز حوالي تقريبا معلقتين ونص طعام ونغلفها ونضغط عليها بقوة حتى تمسك وتمد بنفس الطبق، والضغط بيكون بالأطراف حتى يعطي حجم كامل نفس حجم الطبق. نطلعها هتطلع معنا بهذا الشكل، منظرها كثير حلو. نعمل الحبة الثانية بنفس الطريقة إلى أن تنتهي كمية الحشوة الأولى، يعني راح نعمل طريقتين. شايفين ما أحلاها؟ كلها متساوية بنفس الحجم. نغطيها. نبدأ بالنوعية الثانية. عندي هذا الطبق راح أعمل نفس الطريقة، بمد العجين وبحشيها بالجوز. صارت عندنا رسمتين. حطينا النايلون بنرق العجينة من ثمنها. عند وضع العجين طبعا ناخذ العجينة على أطراف الصحن حتى ناخذ رسمة الصحن بالكامل. أي نوعية صحن عندك حاولي تنزلي العجينة على أطراف الصحن حتى تطلع عندك الرسمة بارزة.
ونضغط عليها بقوة. ليش حطيت أنا الكيس النايلون؟ حطيت كيس النايلون عشان بقدر بسحب الكعكة أو المعمولة بسهولة من الصحن، لأنه هذا مو قالب صحن، لكن بالقالب تطلع معنا بسهولة، ما في أبدا لا التصاق ولا أي شيء. هذا هو شكلها، شايفين ما أحلاها؟ غير شكل الرسمة، أخذت رسمة الصحن بالكامل. راح نعمل الكمية بهذا الشكل إلى أن تنتهي كلياتها الموجودة عندي. هي الكمية اللي طلعت عندي 19 حبة كعك أو معمول، أحجامها كبيرة. هاي نوع وهذا النوع الثاني. رح ناخد النقاش أو الملقط ونبدأ بنقش الكعكة أو المعمول. بالبداية بقسمها إلى 4 أقسام. الحبة بتصير إلى 4 قطع. نبدأ بالربع الأول ونعمله بنفس الطريقة، ربع بقلب ربع. هذا الثاني وهذا الثالث. الجهة الثانية بنفس الشي. بالنهاية يبقى عندي فراغ بشكل فيه بالملقط بقطعة صغيرة. نعمل الثانية بنفس الطريقة، 4 ثم ربع ربع ونقشة بالداخل إلى أن تنتهي هاي الرسمة معنا. راح تبقى الرسمة ثابتة، ما بتتغير بالفرن أبدا. ما عندنا باكن باودر بهاي العجين، ما في خميرة أيضا، فالرسمة تبقى ثابتة. هذا هو شكلها، شايفين ما أحلاها؟ نبدأ بالرسمة الثانية. الرسمة الثانية راح نحاول بالبداية على نفس رسمة الطبق، ناخد ونخلي النقشة بتكون بارزة للأعلى. ننقش على طرف الصحن أو حبة المعمول بهذا الشكل. بعد انتهاء الأطراف نجي على النص أيضا بالنقاش. بعد تشكيلها بالنقاش راح ناخد الملقط العادي الموجود بكل بيت، لكن هذا الملقط بستخدمه أنا فقط للعجين. بنعملها على شكل خلية نحل بالضغط على الأطراف، راح تطلع معنا بهذا الشكل، شكل مرتب غير شكل، برسمتين حلوين وراح يكونوا ثابتين. الفرن حامي مسبق على درجة حرارة 200. راح تاخذ الصينية من 25 إلى 30 دقيقة. بعد مرور 25 دقيقة طلعت معي بهذا الشكل. ندهنها بصوص الشوكولا أما بدبس العنب، والاثنين يطلعوا طيبين. وهي سخنة بندهنها حتى تسحب الكعكات الكمية السائل. بنزينها بالجوز حتى بيلصق الجوز على الكعكة أو المعمول، إذا تحبي، ما شرط، اختياري. النوعية الثانية زينتها بالفستق الحلبي. نكسر حبة كعك أو معمول ونشوف طراوتها وقديش هي بتكون هشة. وصفة بسيطة وسهلة وسريعة. كمية النص كيلو طلعت كمية كبيرة والحمد لله. ممكن تضيفي شمرة، ممكن يانسون، ممكن محلب، ممكن بتبقى سادة بدون إضافة بهارات. بكل الحالات بيطلع عندنا الكعك أو المعمول طعمته جدا طيبة. وصلنا لنهاية الوصفة، يعطيكم العافية ومع السلامة.